بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، عادة انتشرت في بعض الشباب المنتمين للتيار السلفي أو حتى المنتمين للأزهر الشريف في الصلاة بالناس والإمامة بالناس إنهم يجلدوا المشايخ الخلاجة، مثلا هو سداسي، حذيفي، عفاسي، عباد، مش عارف مين، وإنه يغوص في تجليدهم لدرجة إنه ينسى نفسه في الصلاة، يعني يطلع بره الخشوع وبره الصلاة وبره خالص، بتحسه بيجلد مشايخ الخليج أكتر من مشايخ الخليج على جلد أصوات. وده طبعا مفسد للخشوع في الصلاة، ويحسسك إنه مدعي للقراءة، مش مقرئ. وطبعا بتبقى حاجة مقززة لأي شخص فاهم أو أي شخص سمع حتى المشايخ الخلاج أو سمع لأي شيخ وعارف مخارج حروفه وعارف طريقته. مشايخ الخلاجة في طريقتهم في التلاوة هم ما لهمش طريقة أساسا. هو أنت بس يا دوبك تسيب الصوت يخرج من حنجرتك، وترخي أعضائك وترخي بقك وترخي مناخيرك وترخي كل أعضاء جسمك، وتسيب الصوت يطلع وهي زي ما تيجي يعني. وبيكرروا بعض الآيات، وساعات بتلاقي واحد كده يقعد يبكي ويبكرج في آية معينة رغم إنه بيرتل القرآن وبيسجلوا للقناة المجد أو أي قناة تابعة عليهم، ومش بيلتزموا بالمدود وبالأحكام التجويد كاملة، وساعات زي ما قلت بيكرروا آيات معينة لأنها مؤثرة في الناس ومش عارفها. طبعا دي كلها أمور مدرسة التلاوة المصرية الضالة اللي هي منبتها الأزهر الشريف لا تعتمد الكلام ده كله. يعني عندنا احنا طريقة في التلاوة وطبقة صوت لكل شيخ، بيلتزموا بالأحكام وبأحكام الوقوف والوصول وأحكام التجويد والمدود ومش بيكرر ولا يبكي. ممكن يبكي مع نفسه وهو بيقرأ في أي صورة مثلا مع نفسه في البيت، إنما ما دام بيسجل في إذاعة القرآن الكريم مش هتلاقيه يبكي خالص ولا يتأثر ولا يكرر لك آية عشان مثلا دي جميلة أو حاجة زي كده. لا، ده هو بيقرأ القرآن لقواعد وضوابط صارمة، يمكن أكثر يمكن أشد قواعد صارمة لتلاوة القرآن الكريم على مستوى العالم في إذاعة القرآن الكريم. وأفضل مدرسة لتلاوة القرآن الكريم على مستوى العالم هي المدرسة المصرية ومدرسة الإذاعة من إذاعة القرآن الكريم. بعيدا عن الخشوع والكلام ده، إزاي جالك قلب يعني إنك تمشي ورا المشايخ الخلاجة مثلا وتقلدهم وتسيب العمالقة عندك في التلاوة؟ الشيخ الحصري، الشيخ أحمد رفعت، الشيخ عباس عبد الصمد، الشيخ مصطفى إسماعيل، الشيخ أبو العينين شعاشع، الشيخ إبراهيم الشعشاعي، الشيخ أحمد نعين، الشيخ حمد الزامل، الشيخ محمود علي البنا، والناس، ويمكن ممكن أعد لك من النهارده لا بكرة في المشايخ. فيعني اتقوا الله وارجعوا للمدرسة المصرية اللي انتوا طلعتوا منها، وبلاش تطلعوا بره الصلاة وتسبحوا في آفاق الخليج وانتوا هتصلوا في مصر هنا. لا، انت ممكن تقلد اي شيخ مصري من غير ما تغير طبقة صوتك. لا، ده بس انت الطريقة بس تبقى ماشي بيها في طريقته في التلاوة، طريقته في الوصل والوقف، وطريقته في بدء الآيات، وطريقته في ختام الآيات، من غير ما تغير طبقة صوتك ومن غير ما تحتاج انك تهيمك وتنسى المصلين وراك.